في حاجة عايزك تعرفها عن نفسك كويس جدا، إن عقلك كإنسان لو ما شغلتهوش هيشغلك، لو ما خلتهوش شغال في حاجة من اختيارك هو هيشغلك، هو هيعملك بقى الأوفر ثينكينج والنيجاتيفيتي والكلام ده. يعني إيه بقى أشغل عقلي؟ معناها إن أنت بتشوف عقلك مسحول بإيه وترميه وتحط مكانه حاجة تانية. يعني لو أنت شخص قبل ما ينام بالليل بيقعد يوفر ثينك كتير، فلا، أنا بالليل هشغل نفسي بحاجة تخليني قبل ما انام مخي يشتغل فيها، فبالتالي مخي هيفرغن، هيبقى اتملى اوريدي بالحاجه اللي انا اخدت فيها القرار ان انا شغاله فيها، فمش هيشغلني بعد كده. فدايما انت فكر امتى مخك بيشغلك والاوفر ثينكينج بتاعك بيزيد، واملى في الفتره دي مخك بحاجات تانية تخليه يشتغل. خد كورس، احضر محاضرات اونلاين، احضر درس، اتكلم مع ناس، ناقش اي حد في اي موضوع مهم في حياتك، اقرا كتاب، خلص ورد قرآن، ايا كان قرارك هيبقى عامل ازاي في انك تشغل مخك علشان ما يشغلكش، وبالتالي تقلل الاوفر ثينكينج اللي بيحصل لك، خصوصا لو بيجي لك في اوقات معينه. فاختار الاوقات دي. اعرف واحد كان عنده مشكله انه كل يوم الصبح بيقلب على نفس المواجع لانه مش بيلاقي بنته اللي توفت جنبه في البيت. يعني بدأ ان هو كل يوم الصبح يشغل نفسه بحاجه، فبقى بينام عشان يصحى من النوم بدري شويه، هيعمل حاجه النهارده، هيعمل رياضه، بكره ممكن مثلا يروح دار ايتام، بعده يروح دار تحفيظ قرآن، وهكذا. عامل جدول لنفسه كل يوم الصبح في نفس الوقت اللي كان بيأوفر ثينك فيه وبيكتئب، يشغل نفسه بحاجه علشان مخه ما يشغلهوش. حط القاعده دي في دماغك، هتحل دايما مشكله الأوفر ثينكينج.